بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أحبابي المتابعين في قناة حلو مالح مع منيرة. أسعد الله صباحكم بالخيرات، صباحكم فلسطيني ولبناني وسعودي وكويتي وعراقي وجزائري وتونسي، صباحكم عربي وإسلامي بامتياز. حياكم الله في يومنا هذا. اليوم إن شاء الله بدي أعمل معاكم فطيرة الأجبان بالزيتون بطريقة رائعة. رح نعمل كيكة، حقيقة مش فطيرة، كيكة من الأجبان للفطور، فطور مميز ورائع، والوصفة لليوم روعة كتير. إن شاء الله رح تعجبكم وتنال على رضاكم. بدنا نبدأ على طول بالفيديو ونشوف طريقة العمل. في البداية رح نبدأ ونشتغل بالعجينة أكيد، سواء كان على الإيد أو في المكسر. بضيف كوب من الحليب الساخن، نص كوب من الزيت النباتي، معلقتين كبار من الخل الأبيض، بيضة واحدة بحرارة المكان، البيضة صغيرة طبعا، باكيت واحد من الفانيلا، بنحركهم شوي المكونات السائلة مع بعض. بعدين رح نبدأ نضيف الطحين. بالنسبة للطحين عندي 3 كوب من الطحين، استعملوا كوب واحد لكل المقادير. عندي معلقة صغيرة من الخميرة، معلقتين من السكر، نص معلقة من الملح، معلقة صغيرة حبة البركة، معلقة صغيرة سمسم، معلقة صغيرة أوريجانو أو زعتر مجفف. راح نحط المكونات أكيد مع بعض وتحريكة بسيطة، ورح نبدأ نعجن فيهم أكيد، سواء كان على الإيد أو في المكسر نفس النتيجة. نعجنهم بشكل منيح حتى يعني تلتم العجينة معنا بشكل منيح، ونحصل على عجينة طرية جدا لكن ما بتلزق بالإيد. بالصورة هذه أكيد بنستمر بالعجن. بنبل ايدنا طبعا شوي من الزيت، بعدين بنلم العجينة بالايد او بنطلعها من صحن، او ممكن ننقلها على صحن تاني مدهون زيت. انا بنفس الصحن حطيت شوي من الزيت النباتي، بعجنها بالزيت وبعدين بطلعها. شوفوا قوام العجينة ما اروعه، ما شاء الله كتير حلو. تمام هيك. الآن طبعا بنرجع العجينة بالصحن، بنغطيها حتى تختمر من نص ساعة لساعة إلا ربع في مكان أكيد دافي. حاولوا تغطوها منيح مشان تختمر معكم بوقت أقل. هيك تمام. الآن طبعا بنجهز مع بعض خليط الأجبان. عندي جبنة صفراء، أنا استعملت جبنة الكي، ممكن تستعملوا أي نوع جبنة طبعا. ببشرها على المبشرة بالصورة هذه، وزي ما حكينا طبعا الجبنة اللي بتفضلوها بتستعملوها. بشرت كمية من الجبنة الصفراء، وعندي الآن جبنة بلدية بيضة وجبنة فيتا. طبعا بنزلهم بالصحن، راح أخلطهم مع بعض بشكل منيح. وزي ما حكيت لكم يعني أي نوع جبنة بتحبي تستعمليه أكيد بيرجع لك، يعني حتى ممكن تستعملي نوع واحد من الجبنة فيش أي مشكلة. هيك تمام. الآن راح أضيف تقريبا معلقة من زيت الزيتون، وبالشوكة بهرسهم مع بعض حتى يتجانسوا تماما، ونحصل على خليط جبنة يعني بيندهن، بكون ناعم شوي وطري وقابل للدهن معنا. ممكن تضيفوا حبة البركة لو حبيتوا، أكيد بيرجع لكم. هيك تمام. الآن طبعا خليط الأجبان جاهز، والعجينة عندي صارت جاهزة. رجعت لها بعد تقريبا نص ساعة. بنطلعها على سطح العمل، بدي أقسمها بس لنصين. طبعا مجهز البايركس، أنا عندي البايركس الحجم الصغير. في البداية دهنته زبدة، وبعدين حطيت عليه ورقة الزبدة، وبعدين دهنتها بزبدة. عملت هيك مشان أطلع يعني الفطيرة بسهولة، فلو ما حبيتوا تحطوا ورق زبدة أكيد بيرجع لكم. بفرد القطعة الأولى زي ما شفتوا، يعني انفردت بالإيد بدون ما استعمل الشوبك بكل سهولة. بالشوكة بخرمها بالصورة هذه، وبعدين بنحط طبقة من جبنة الدهن اللي جهزناها مع بعض، وبنفردها بشكل منيح. ما راح نستعمل الشوبك أبدا بوصفتنا لليوم. العجينة ما شاء الله روعة وبتتشكل معنا بسهولة. الآن بحط طبعا طبقة من الزيتون، عندي زيتون أخضر وزيتون أسود، وممكن تستغنوا يعني لما حبيتوا تضيفوا، ممكن تضيفوا فلفلة يعني لو حبيتوا برضو. الإضافات هنا بترجع لك. حطيت طبقة من الجبنة الصفراء المبشورة، بوزعها بشكل منيح، وبعدين بنخلي الصحن على جنب، وبناخد القطعة الثانية بنمدها بإيدنا بالصورة هذه. ولو حبيتي الفطيرة تكون معاكي رقيقة أو أرق من هيك، بتستعملي البايركس الكبير. أنا هذا البايركس الحجم الصغير.
بنحط الطبقة الثانية من العجينة بالصورة هذه. بحاول أمسك الأطراف مع بعض واضغط عليهم بشكل منيح مشان تلزق معنا الاطراف وتكون معنا الفطيرة يعني كاملة مع بعض ما تنفتح. تمام هيك يعني انتوا شايفين وملاحظين انه في فراغ او في هواء جوا الفطيرة. بسكينة او شفرة بعمل فيها فتحات بسيطة مشان يعني تساعدنا اثناء الخبز. راح احط على الوجه طبقة من الجبنة دهن ورشة بسيطة من الجبنة الصفراء. هيك تمام. الآن رشة من الأوريجانو أو الزعتر المجفف على فرن محمى مسبقا درجة حرارة وسط. فرن الكهرباء درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت. راح تاخد معنا بالفرن من ثلث ساعة لنص ساعة بتكون معنا جاهزة. طلعت الفطيرة وطلعت ويا محلى نورها يعني ما شاء الله. شوفوا الجمال والريحة بتجنن في المطبخ. الريحة ما شاء الله حلوة كتير. الآن مباشرة وهي سخنة بدهنها أو بدهن الوجه بشوي من زيت الزيتون. ممكن تدهني أكيد بالزبدة لو حبيتي، يعني طعم ولون أكيد حلو للفطيرة. بخليها ترتاح شوي وبعدين بنطلعها من البايركس أو من الصينية. طبعا لأنه حطيت ورق الزبدة زي ما بتشوفوا راح تطلع معنا بكل سهولة وما راح تغلبنا أبدا. بس حب ورق الزبدة وبتكون أكيد جاهزة معنا للتقديم. شوفوا ما شاء الله يعني ارتفاعها كتير حلو. لو حبيتي زي ما حكيت لك تكون الفطيرة أقل ارتفاع بتفرديها بالبايركس الحجم الكبير صارت جاهزة. أكيد لازم نجهز كاسة الشاي ونقدمها مع بعض. كيكة الأجبان أو فطيرة الأجبان جاهزة للفطور. حقيقة رائعة وسهلة وبسيطة ومكوناتها زي ما شفتوا كتير لذيذة. بتمنى كتير تجربوها وبتمنى تعجبكم وتنال على رضاكم. بهيك بنكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. راح أذكركم كالعادة ما تنسوا اللايك للفيديو من أجل دعم الفيديو والاشتراك بقناتي لو ما كنتم مشتركين والضغط على زر الجرس حتى توصل لكم كل إشعارات القناة الجديدة. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بالخيرات.